فالرسول صلى الله عليه وسلم قوموا بدل ما يكرموه ويعتزوا به وينصروه عذبوه وعذبوا من آمن به من الفقراء والمساكين في الحر بالضرب بالربيت بالقتل. آل ياسر، أبو عمار وأم سمية آل الخياط ربطون وآخر شيء طعنون قتلون في الحر. بلال وغيره، صهيب، سلمان، 13 سنة من الممانعة ومن الاستكبار ومن الطغيان. فضل 10 سنة ربنا لما دار النصر أخرجوا زي ما رباوا بلا عوائل. أبوه مات، أمه ماتت، جده مات، عمه مات، سيدة خديجة ماتت، عشان يربيه ربنا من فوق. الواحد الأحد الجبار المنتصر شال منه كل غيمات الأسرة، خلاه بس واحد واقف كده وابتلوه. راعى الغنم وتاجر، جاته تهيؤات النبوة، قاعد يتعبد ويتحمس في غار حراس في جبل النور في شمال مكة، شمال الحرم، قبل البعثة. لكن لما قعد وابتعث لهم، جزاك الله خير، 13 سنة أبو يؤمنوا به. ربنا لما داير ينصر الدين، وده المحور الثاني اللي بختم به، مرقوا معه جيوش؟ لا. معه أموال؟ لا. معه كسر من الناس؟ لا. هو سيدنا أبو بكر، اثنين في بعيرين هم في الغار. سيدنا أبو بكر شاف المشركين حايمين ببرا، خشي مش على نفسه، على الدعوة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي يا رسول الله لو نظر أحدهم أسافل رجليه لرآنا. الجماعة دول حايمين ببرا بس ما دنقروا، ربنا عمى بصيرتهم زي ما عماون هناك بالتراب في البيت. لما مارق شال تراب ده ما بومبان ولا غاز ولا سلاح، لكن ربنا بيجعل فيها الأسباب، بيحول الأسباب من شيء لشيء. شال التراب كبلهم في رصينهم، خلاهم نايمين واقفين حطب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم مشى، عشان ربنا يورينا انه الدين ده بينصر بكل جنوده التي نعلمها والتي لا نعلمها. بالتراب نوموا نفات، ولا عنده سلاح ولا كتيبه، قاعدين في الجبل بيعاينوا بيجاي ما شافوه 3 يوم، ما ساعه ولا ساعتين، 3 يوم قاعدين في حفره في الجبل زي جبل كندا. ربنا حاميهم. لما سيدنا ابو بكر خاف طمنه، قال لي يا ابا بكر، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت ديل اولي العزم من الرسل، قال لي واصبر. ربنا ذاته بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يحضه ويستنهض فيه غيم الثبات، قال لي اصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. فالرسول كان صابر ومستيقن انه الدين ده منصور، رغم انه الاثنين والمشركين محيطين بهم في الجبل. قال لي يا ابا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. نحن 2 صحيح، لكن معانا الله وديلك معاهم ابليس. هل بينتصر ابليس على الله؟ هل بينتصر العباد على ربهم؟ قال لي الحكايه دي منصوره، خليها ارقد قفا. بعد ذاك لما جاء الامر ركبوا بعيرهم ومشوا ودخلوا المدينه، وبدت بشاير النصر زي ما بدت عندنا ناس الان في السودان والحمد لله، وسوف تكتمل بعز عزيز او بذل ذليل بامر الله سبحانه وتعالى. والله لو اجتمعوا، الله اكبر الله اكبر، لو اجتمعوا الامريكان والروس واوروبا واليهود وعرب امريكا وجوار السوء والخونه والمرجفين في المدينه، والله لنظن ونكون اكثر يقينا وظنا اننا على الحق وانهم على الباطل، وان الحق منتصر وان الباطل مهزوم. لانه ربنا قال كده، قال انا ان حزب الله هم الغالبون، وقال يعني ربنا قال لاغلبن انا وجندي، الا ان جند الله هم الغالبون. والله نحن وانتوا وابناكم والله لا بنقاتل عشان ارض، ما انه من حقنا، ولا بنقاتل عشان بهايم من حقنا، ولا بنقاتل عشان قروش ولا بيوت ولا ثلاجات شعلاء في بيوتنا. والله نقاتل اول شيء من اجل الله ومن اجل الدين. في زول لما ولدوه مننا ومنكم، في زول لما ولدوه من بطن امه جاي شايل معه قروش، في زول جاي شايل معه عربيه، في زول جاي شايل معه سلطه، في زول جاي شايل معه دبوره. جيد عريان يوم تموت في كل السودان وفي كل العالم، حتى المسيحيين واليهود لما يدفنوك بيدفنوا معك عماره، بيدفنوا معك عربيتك، بيدفنوا معك زوجتك، بيدفنوا معك رتبك، ترجع عريان زي ما جيت ملفوف لك بقطعه فقط. كان جروا الرباط كده في القبر يخلوك طلقيتك. كما جيت عريان للدنيا
وبلا قوة ترجع إليها عريان منها وبلا قوة. أتى بك الله ويأخذك الله.